السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة مستر فورتين. ازيكم عاملين ايه؟ جاي النهارده نتكلم عن ماتش الزمالك والمصري اللي خلص امبارح، والزمالك الحمد لله فاز 4-1. بس النهارده هنتكلم عن التحليل بلقطات بقى. هنشوف ازاي الزمالك قدر يحول التأخر بتاعه من 1-0 ل 4-1. الزمالك عمل ماتش كبير وحقق فوز كبير وفوز تاريخي السنة دي. بس احنا لعبنا مع المصري 5 ماتشات، كسبنا 4 ماتشات وتعادلنا ماتش واحد بس. فالزمالك قدم ماتش كبير، وهنتكلم النهارده عن الماتش ده. الاول بدايه الماتش، كان في بدايه الماتش اول ما الماتش ما بدا كان لا الزمالك كويس ولا المصري كويس، كان في عشوائيه كبيره في الماتش. وكان الزمالك عنده مشكله كبيره في نص الملعب. غياب محمد شحاته يا جماعه كارثه للزمالك. غياب محمد شحاته مؤثر جدا. مش معنى كده ان انا بقول ان احمد ربيع لعيب فاشل او لعيب سيء، بالعكس. احمد ربيع لعيب جيد، لكن محمد شحاته دستوريا اقوى. ومحمد شحاته متحرك اكتر، وهو في الحته الدفاعيه دي اقوى شويه من احمد ربيع. وكمان المشكله التانية ان كان بيلعب كابتن معتمد جمال، كان بيلعب امبارح. يعني في اللايف امبارح بعد الماتش قلت ان الزمالك كان بيلعب باحمد ربيع قدامه اتنين، فتوح وعبد الله السعيد. لا، ما حصلش. لما اتفرجت على الماتش تاني مش ده اللي حصل. الزمالك في اول ماتش اول ما بدأ كان بيلعب احمد ربيع ارتكاز، وقدامه عبد الله السعيد بس. وجنبه عبد الله السعيد قصدي، وقدام عبد الله السعيد كان بيلعب بزيرة في مركز 10. كان بيلعب عضية دباغ وينج يمين، واحمد فتوح وينج شمال، وناصر منسي مهاجم. بعد الجون الاولاني للمصري اللي يتحمل مسؤوليه كبيره منه احمد ربيع وعضية دباغ عشان الرعونه في الضغط. لما نعيد اللقطه هنعيدها قدامكم دلوقتي، هتلاقي ان احمد ربيع وعضية دباغ هما اللي سايبين قلب الملعب فاضي، وما ضغطوش بجديه على اسامه الزمراوي اللي عدى من لاعب والتاني ولقى الطريق قدامه فاضي، فشاطها في اقصى الزاويه اليسار لمهدي سليمان. ما يتسألش عنها لمهدي سليمان. سبب الجون بتاع المصري اصلا كان مشكله في خط الوسط عند الزمالك. والمشكله دي المسؤول عنها، المسؤول الاول يعني، هو احمد ربيع. ساعده فيها عدي الدباغ، لان عدي الدباغ ما كانش ضغط على اسامه الزمراوي، او ضغط سوفت قوي، مش قوي يعني. بعد الجون على طول شفنا ردة فعل كبيره من الزمالك، وشفنا الزمالك بيضغط ضغط عالي من عند ال 18، ولعيبه المصري مش عارفه تخرج بالكوره. كوره في التانية في التالتة جت للزمالك فرص كبيره، وكان في تدخلات عنيفه من محمد مخلوف بالذات. كان يستحق ان هو ياخد عليها انذار والتاني، لحد ما جه فاول على لاخوان بزيرة ناحيه اليمين. لمسها عبد الله السعيد وفتح اوفرلاب، خوان بزيرة خدها ودخل جوه الملعب. ونكشها نكشه ساحر، نكشها نكشه لعيب كبير قوي يا جماعه. نزلت قدام عودية دباغ بتزغرط بتقول له هاتني جون. عودية دباغ طبعا حطها، قفل رجله قفله جميله، وحط فينش مهاجم تقيل قوي. الزمالك اتعادل 1-1، وهنا ابتدينا ان احنا ناخد نفسنا، وابتدى جمهور الزمالك يشجع، وابتدى كل واحد في ارض الملعب يعرف ان الزمالك قادر ويصدق نفسه اكتر. بعد الجون على طول الزمالك فضل مكمل في الضغط الشرس، وفضل مكمل في الضغط على دفاعات المصري عشان يغلطهم. وفعلا كوره استلمها خوان بيزيرا في قلب الملعب، فضى نفسه كويس قوي في قلب الملعب. استلمها عدى واحد وبيعدي التاني، اتخبط. طبعا الحكم ادى تحت فرصه، الكره راحت لفتوح. فتوح بشماله طلع ثرو ابن لذينه لناصر منسي، اللي هدي وبص وشاف الجون فاضي وركنها في اخر الزاويه. لو 100 عصام ثروت واقف في الجون مش قادر يشيلها. 2-1. الشوط الاول بيفنش. الزمالك كان متاخر 1-0، حاول تاخر ده ل 2-1، ودي اصلا حاجه ما بتحصلش كتير للزمالك، بس هي حصلت كذا مره السنه دي. بس ما قدرش الزمالك ان هو يحاول التاخر لفوز. كان كبيره كان انت بتحاول التاخر لتعادل، واخرها كنا ممكن نعملها قدام انبي وما عرفناش لما حسام عبد المجيد ضيع ضربه الجزاء. فالزمالك خلص الشوط الاول زي ما هو عايز باحسن شكل ممكن. متاخر 1-0، رجع وضغط وجاب الاول وتعادل، وبعد كده كمل في ضغطه وجاب التاني، وخلص الشوط الاول 2-1 للزمالك. والزمالك دخل اوضه اللبس اهدى، ونزل نزل الشوط التاني الزمالك اشرس وبيحاول، لكن الزمالك اضطر ان هو يتراجع شويه، ويسيب الكره للمصري، وابتدى يعتمد على الكور الطويله من محمد اسماعيل بقى وعبد الله السعيد وحسام عبد المجيد لناصر منسي، اللي اخد كوره والتانيه. وفي اول 3 4 دقايق في الشوط التاني ناصر منسي كان ممكن يجيب جون والتاني. وفي كوره برضو راحت لعمر جابر من ناحيه اليمين، جه عمر جابر يعرضها، ناصر منسي عمل جامب جميل وحطها بدماغه جنب القائم.
كانت هتبقى جون جميل جدا، بس ما كانش له نصيب يعني ان هو يجيب الهاتريك امبارح. فالزمالك فضل مكمل، لكن بيعتمد اكتر معلش انا اسف. فضل الزمالك بيعتمد اكتر على على الكور العاليه من خط الدفاع لخط النص، ولغى فكره التحضير خالص من نص الملعب، وابتدى يستقبل اللعب من المصري، اللي حتى لما المصري حاول ان هو يفرض هو شخصيته ويستحوذ، خد الاستحواذ وكان وصل الاستحواذ معاه ل60 و70%، لكن كل الاستحواذ كان سلبي في نص الملعب، باصات ملهاش اي لازمه، والزمالك قدر ان هو يحجم المصري. حتى لو جينا نشوف الزمالك والمصري، المصري طول الماتش مفيش فرصه خطر، يعني مش فاكر فرصه خطر للمصري غير كرة الجون، وما كانتش فرصه خطر، يعني غلطه من نص ملعب الزمالك اتسببت في جون الاول للمصري. بعد التغييرات ابتدى الزمالك يمسك كرة شوية، ابتدت اللعيبة اللي نازلة لسه دم جديد، ادم كايد واحمد شريف وي 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 ابتدوا يمسكوا الكرة اتنقلت، الزمالك بيعمل النقلات دي كذا مرة، وعملها السنة دي في الموسم، تلاقي جون بعد 15 تمريرة، بعد 17 تمريرة، بعد 20 تمريرة. فالزمالك فضل يعمل كام تمريرة لغاية ما الكرة راحت عند اللهم صل على النبي، مش فاكر كان مين الجون التالت بتاع ناصر منسي. الكرة راحت عند خوان بيزيرا من ناحيه اليمين، عملها ارضيه لناصر منسي اللي كان جوه ال 18، المدافع شاطها شالها من قدامه، راحت عمر الساعي على قوس ال 18، وناصر منسي واقف على نقطه البلنتي، كان بيحاول يستلم الكره ما لحقهاش، جري ناصر منسي من عند نقطه البلنتي، خد الكره وهي بتطب من قدام عمر الساعي، اللي جه استلمها وحش وخبطت في صدره، ونزلت قدام ناصر منسي اللي وهو مصور الجون، عمل حته في فان باستن زي ما انا ما قلت امبارح، فان باستن يا جماعه، ناصر باستن حطها في الحته اللي بيسكن فيها الشيطان وولاده، لو في 4 عصام ثروت مش عارفوا يجيبوها، لو مين واقف في الجون مش عارف يجيبها. فيها توفيق كبير لناصر منسي، لكن هو التوفيق ما بيجيش غير للمجتهد، وناصر منسي لاعب مجتهد ولاعب كبير قوي يا جماعه، وعامل اللي عليه وفوق اللي عليه بشويه. فكان ده الجون التالت للزمالك، وادى اريحيه كبيره للزمالك، شال الضغط بقى من على كابتن معتمد جمال اللي كان خايف ان النتيجه تهرب منه. 2-1 نتيجه تخوف، وممكن في اي لحظه المصري يجيب جون والماتش يتقلب ويكرر ويبقى 2-2، وتفضل انت بقى تحزق 20 دقيقه ولا 30 دقيقه في اخر الماتش ما تعرفش تغير النتيجه. لكن الحمد لله جون ناصر منسي ريحنا كلنا، وبعدها الزمالك فضل ان هو يلعب واحده واحده على الهادي وعلى مهله، ومن غير وما فيش خطوره عليه، قادر ان هو يحجم المصري ويبعده عن مناطق الخطوره كلها، لغايه ما جت كورنر لعبد الله السعيد. عشان يديك حته عبد الله السعيد، كوره رافعه تنزل بالمقاس بالمسطره على دماغ حسام عبد المجيد، يحطها، والجون الرابع للزمالك ويقفل الماتش ويتقفل. وبعد الجون الرابع الزمالك فضل يضغط اكتر على المصري عشان ما يخليش المصري قادر ان هو يبني هجمه ويشكل اي خطوره تذكر على الزمالك، وفعلا نجح الزمالك في كده، وخرج الزمالك باللي هو عايزه وكسب 4-1، نتيجة كبيرة ونتيجة عريقة، وحاجة كويسة جدا ان الزمالك يلعب فرقة قوية زي المصري 5 ماتشات في السيزون ما يخسرش منه ولا ماتش، ويكسب 4 ويتعادل 1. عندنا ماتش يوم الجمعة هنتكلم عنه، بس قبل الماتش بتاع يوم الجمعة ده عايز بس حابب ان انا اقيم لعيبة الزمالك اللي شاركت الماتش امبارح. هنقيم اللعيبة اللي شاركت واللي لعبت وقت طويل، في لعيبة نزلت اخر الماتش زي ادم قايد مثلا، زي احمد شريف، زي محمد السيد، زي محمود جهاد، زي عمرو ناصر، اللعيبة دي مش هتتقيم لان اللعيبة دي ما لحقتش، لكن هنقيم ال 11 راجل اللي كانوا في الملعب. اولا مهدي سليمان، هدي المهدي سليمان 7/10 لان هو ما اختبرش، والكرة بتاعت الجون هي مش صعبة قوي يعني ممكن تتشال، لكن المهدي كان متقدم شوية، بس هي مش غلطته يعني، قد المهدي 7/10، عامل ماتش كويس، والمهدي سليمان يستحق ان هو يكمل حارس للزمالك الى ان يجد جديد او يحصل حاجة بعدها، ساعتها تبقى تشوف بقى عواد ولا صبحي ولا. فالمهدي سليمان اول واحد هياخد 7/10. نيجي لعمر جابر، مش هكدب عليك واقول لك ان انا كنت موافق ان عمر جابر يلعب، لا انا واحد من الناس اللي كنت معترض جدا على وجود عمر جابر في التشكيل الاساسي، خصوصا وانت عندك واحد زي محمد ابراهيم لسه عنده 20 سنه والامكانيات دي، فلعيب خساره ان انت تركنه لعمر جابر اللي عنده حاجه و30 سنه وما بيقدمش مردود هجومي قوي. لكن عمر جابر الماتش ده عمل ماتش كبير قوي ويستحق عليه 7/10. هو ما كانش فيه حاجه هجوميه كبيره، ما كانش فيه زيادات هجوميه كتير وما كانش مؤثر هجوميا، لكن عمر جابر كان قافل ناحيته دفاعيا كويس جدا. نيجي لقلبين الدفاع،
حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل. حسام عبد المجيد هياخد 8 من 10 بسبب الجون، محمد اسماعيل هياخد 9 من 10 بسبب طول الماتش، بسبب اللعب. محمد اسماعيل مدافع عالي، ومحمد اسماعيل احسن مدافع في الزمالك، بيعرف يلعب يطلع بالكرة على الارض. محمد اسماعيل مدافع عنده شخصية وواثق في نفسه جدا. الوينج الشمال، احنا معانا فيريرا يا جماعة، مش لعيب كورة، معانا لعيب لازم نستغل الجري بتاعته والديناميكية بتاعت محمود بنتايج. محمود بنتايج لعيب كبير قوي، ما بيبخلش بنقطة عرق، وشخصية كبيرة وشخصية عظيمة وقيادية جوه الملعب وبره الملعب. محمود بنتايج 8 من 10، وتسلم العين اللي جابت الراجل دوت نادي الزمالك. ويا رب ما نشوف أي حاجة وحشة تحصل لمحمود بنتايج، ويا رب يختم حياته في نادي الزمالك. قلب الدفاع أحمد ربيع 6 من 10 بسبب الغلطة بتاعة الجون، لكن أحمد ربيع عمل ماتش كويس، لكن هو بس محتاج يبقى أشرس في الضغط من كده، ودي هتيجي واحدة واحدة بالمشاركة وباللعب. مستنيين منه كتير، ولاعب كويس قوي، وبإذن الله اللي جاي يبقى أحسن لأحمد ربيع. عبد الله السعيد، أدى عبد الله السعيد 8 من 10. عبد الله السعيد هديله 8 من 10 على لعبه طول ال 90 دقيقة، على إنه اللعيب الوحيد اللي لما بتيجي الكرة في إيده أنت مبتبقاش خايف. عبد الله السعيد اللعيب الوحيد اللي طول ما الكورة معاه أنت عارف ومتأكد إن في حاجة جديدة هتحصل، إن في باص صح هيطلع، إن في ابتكار هيحصل. عبد الله السعيد لعيب كبير قوي يا جماعة، حسبي الله ونعم الوكيل في كل سنة عاش عبد الله السعيد بعيد عن نادي الزمالك. نيجي لأحمد فتوح. أحمد فتوح ما كانش ظاهر قوي في الشوط الأول لغاية لقطة أسيست الهدف. أدي الفتوح 6.5 من 10 بسبب إن هو عامل مشكلة مع كابتن معتمد جمال لما خرج. فتوح أنت لعيب كبير وإحنا بنشيد بيك ومستنيين منك كتير، وأنت شخصية كبيرة وكابتن من كباتن نادي الزمالك، وإحنا عارفين فتوح بيحب الزمالك قد ايه، بس عايزين شويه تظبيط في العقليه كده يا فتوح. مش عايزين نشوف فيك حاجه وحشه، مش عايزينك ترجع تاني يا فتوح تبقى مستبعد وتبقى بعيد عن الماتشات. انت شفت لما بتبقى موجود ومهتم بالكوره ومديها حقها انت بتروح فين. فتوح احسن باك شمال في افريقيا، ففتوح احسن باك شمال في افريقيا، حرام ان هو يضيع موهبته بسبب شويه دلع وشويه دماغ مش متظبطه ومشاكل في العقليه. فتوح انت لعيب كبير واحنا مستنيين منك كتير، مش هنتكلم في الموضوع ده تاني. فتوح اصحى وفوق، وانت عارف جمهور الزمالك كويس بيعمل ايه. نيجي عدي الدباغ. عدي الدباغ ياخد 7 من 10، عمل ماتش جيد إلى حد ما. عدي الدباغ مش ظاهر دوره في مركز الجناح، لكن هو مهاجم كويس ومتحرك جيد، ولما بتجيله فرصة ما بيسميش بصراحة. فعدي الدباغ اديله 7 من 10، ومستني منك أكتر من كده. ناصر منسي 9.5 من 10. ناصر منسي 9.5 من 10 بسبب اجتهادك وروحك وغلك على الكورة وحبك لنادي الزمالك وشجنك وكل حاجة بتقدمها للزمالك. شكرا 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 ناصر منسي، انت فوق 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 راسنا، اسطورة بجد مش هزار. نيجي بقى لحبة الكريز خوان الفينا بزيرة. خوان الفينا بزيرة مفيش رقم يوصف للرقم ده الراجل ده بيعمله. لعيب كواليتي عالي قوي، نتمنى يا رب 100 سنة في الزمالك بإذن الله. خوان بزيرة 10 من 10، عمل كل حاجة في الكورة يا جماعة. لو بس يعدل حتة الفينش دي اللعيب ده يروح في حتة تانية ومش هيكمل في الزمالك كتير. أتمنى من كل قلبي إن ربنا يطول في عمر خوان بزيرة في قلب نادي الزمالك، إن هو يقدر يودينا في حتة بعيدة قوي. ده كان كل اللي عندي بسبب بخصوص ماتش الزمالك والمصري. عندنا ماتش مهم يوم الجمعة، هنعمل عنه حلقة بإذن الله قبلها بيوم أو بيومين. مش حابب أتكلم عنه دلوقتي، نتقل وناخد وقتنا في الفرحة ووقتنا في السعادة. في ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكرة. هقول لك كلمة قبل ما نقفل ونرجع نبص عليها بعد الماتش. الأهلي هيتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1، وبكرة تشوف افتكر كلامي. الأهلي مش فايق، ودي فرصة لسيراميكا كليوباترا إلا لو علي ماهر عنده رأي تاني. ده كان كل اللي عندي بخصوص الماتش. يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات. منساش تصلي على النبي في الكومنتات، وخليك دايما معايا. كان معاكم محمد عمر من قناة مستر 14. سلام.